السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. كل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا يعيدها علينا وعليكم كلكم بكل الخير. ورمضان بيقول لنا باي باي، فقلنا النهارده نعمل فطار سهل وبسيط. النهارده جبت عندي نص قوانص ونص كبد بتاعة الفراخ، هنعمل بيهم فطار سريع وبسيط كده وجميل، ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. جبت عندي القوانص وغسلتها كويس جدا وقطعتها زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هجيب عندي الكبة بتاعتي وهفرمها في الكبة. هفرمها في الكبة ازاي؟ هفرمها في الكبة يا جماعة، هعملها معاملة اللحمة المفرومة. طبعا طول رمضان بنعمل فطار واصناف كتيره. فالنهارده بصراحه كنت مكسله وكنت تعبانه طبعا من تنفيض وترويق وكده، فقلت اعمل الاكل السهله البسيطه دي. جبت عندي هنا القوانص وفرمتها زي ما انتم شايفين، وبعد كده جبت عندي الكبد قطعتها حتت صغيره جدا، وفرمت بصلايه وفلفلايه وطماطمايه، وخدتهم كده على البوتاجاز، وقلت اما ايه نعمل لهم تشويحه بسيطه كده. وبعد كده قطعت زي ما انتم شايفين الكبده حتت صغيره جدا زي ما انتم شايفينها كده. وبعد كده شوحت البصله بتاعتي في شويه زيت على البوتاجاز، ولما تاخد تشويحه بسيطه وريحه البصله تطلع هنشوف هنعمل ايه. جبت هنا عندي برضو اقل من ربع كيلو صدوق. فتحت كده الكفر اللي بيبقى عليه من بره، وطلعت الحشو اللي جواه بتاع الصدوق. انا مش عايزه الكفر خالص. ليه؟ هنعمل زي ما قلت لحضراتكم حشوه في الجلاش بالكبد والقوانص بتاعتي، وجزء هعمله بالايه بالسجق بتاعي او بالصدق. طبعا انا كان عندي شويه يعني في الفريزر، فطلعت بقى اللي موجود عندي وقلت اقضي بيه. هنا بعد ما شوحت بقى البصله بتاعتي، هقوم جايه ضايفه القوانص بعد ما فرمتها في الكبه. فرمتها فرم ناعم زي اكنها بقت لحمه مفرومه. هضيفها كده واعصجها مع البصل بتاعي والفلفل والطماطم. طماطميه واحده بس حطيتها، وقرن فلفل كان احمر كده عندي حطيته برضو وفرمته مع البصلايه. وبعد كده حطيت شويه سبع بهارات وشويه فلفل اسود وشويه توم باودر وشويه بصل باودر بس. وبعد كده هديت عليها النار خالص، وحطيت لها شويه ميه صغيرين علشان تستوى يعني. هنا جبت بصلايه تاني وطماطميه تاني وقرن فلفل، وفرمتهم تاني عشان نعمل فيهم التعصيجه بتاعه الصدوق. هنا القوانص خلاص كانت يعتبر استوت. رحت جايه ضايفه الكبده بتاعتي واقلبهم بقى كده مع بعض، وبرده مهديه النار علشان تكمل سواها، لان انا يعتبر عايزه الكبد والقوانص بتوعي دول يكونوا مستويين سوا كامل. هنا بقى فرمت البصلايه التانية، حطيتها في المقلايه دي زي ما انتم شايفين كده، وحطيت عليها شويه زيت وشوحتها عشان احط عليها السجق بتاعي او الصدق اللي انا شلت الكفر بتاعه. حطيت هنا معلقه توم، نص معلقه توم في الكبد والقوانص، ونص معلقه توم في الصدق بتاعي مع التشويحه كده ومع البصله. هشوحهم بقى وادمجهم مع بعض. تمام. ومهديه النار طبعا على الكبد والقوانص عشان تكمل سواها، وفي نفس الوقت يجي في الصدق بتاعي عشان برضو عايزاه يستوي. هنطفي عليهم بقى هما الاتنين واسيبهم يهدوا بس يبردوا. وبعد كده هجيب عندي هنا لفة جلاش زي ما انتم شايفين كده، لفة لفتين حسب بقى مقدار الكمية بتاعت الحشو اللي معايا. هنا بقى كانت في واحدة مقطوعة، طبعا مش هرميها، قلت برضو هستخدمها. المهم حطيتها كده زي ما انتم شايفين كده فوق بعضها، حطيتها منها طبقتين. وبعد كده جبت بقى الصدق بتاعي وفردت كده زي ما انتم شايفين فوق فوق الجلاش. عملت طبقتين بس من غير بقى ما احط اي مادة دهنية ما بين الطبقات. انا عايزة انجز يعني الفطار بتاعي النهارده. وعندي كان بواقي اكل في التلاجة، فقلت اما اعمل صينية الجلاش دي جنبهم. وفي نفس الوقت انا عملتها زي صوابع كده بطريقة سهلة وبسيطة، ومن غير ما اورق بقى ولا احط مادة دهنية ولا حاجة ما بين الطبقات. هنا بقى عملت خلصت الصدوق كله. وبعد ما اخلص الصدوق كله بس طبعا كلهم احطهم عادي في صينية واحدة. هنا يعني يعني عايزة اعرفكم من الفيديو ان انا ممكن يعني بأي بواقي عندي موجودة ممكن اعمل غدوة او وجبة يعني تكفي افراد عيلتي بمكونات بسيطة، ومكونات ممكن تكون عندي في الفريزر. لو انا دورت كده هلاقي شوية اي حاجة مستخبيين، شوية صدق، شوية كبد وقوانص، زي شوية لحمة مفرومة،
او كمان شوية صدور بانيه، ممكن تكون عندي كم واحدة صغيرين، ممكن برضو نعمل منهم اكلة. هو الغرض من الفيديو النهاردة ان انا يعني اعرفكم ان انت مثلا لو انت مالكيش نفس تدخلي المطبخ وعايزة تدبري وتوفري، ممكن تعملي اكلة بسيطة من غير ما تكلفي نفسك وبحاجات موجودة عندك في البيت. هنا بقى خلصت الصدق، رحت جايبة ايه حشوة الكبد والقوانص، وحطيتها كده برضو، حطيت طبقتين برضو من الجلاش حطيتها فوقيهم، ولفيت كده زي ما انتم شايفين رول كده، وهرص برضو في قلب الصينية بتاعتي. بعد كده بعد ما اخلص بقى الكمية بتاعتي كلها، هقوم جايبة عندي كوباية لبن، وحطيت فيها نص معلقة بيكنج باودر صغيرة، ومعلقة سمنة كبيرة او معلقتين. وبعد كده هاخدهم دوبهم في الميكروويف بس شوية عشان خاطر السمنة ايه تسيح معايا. وبعد كده هقطع الجلاش صوابع على قد ما انا عايزه، المقاس اللي انا عايزاه. وطبعا كنت مشغله الفرن على درجه حراره 200. وهقطع بقى الجلاش بتاعي صوابع زي ما انتم شايفينه كده. وبعد كده هعمل ايه، هجيب التشريبه بقى اللي انا عملتها دي، واقوم جايه صباها كده عليه، على الوش على وش الجلاش بتاعي، لحد ما تتشربها بقى من الوش ومن الاجناب بتاعت الجلاش. وبعد كده اقوم مدخلها الفرن ايه لحد ما تاخد تشميعة من تحت. وبعد كده طبعا مشغله عليها الشوايه برضو علشان تاخد لون من فوق. طبعا كل حاجه مستويه، فمش هتاخد معايا وقت، هتاخد معايا مش يعني مش كتير، 10 دقايق ربع ساعه بالكتير، وهكون طلعتها زي ما انتم شايفين كده. وكان عندي هنا بطاطس، وكان عندي رز، وكان عندي قلقاس، طلعتهم بقى وسخنتهم مع صينيه الجلاش بتاعتي. بصوا صوابع الجلاش جميله تحفه، بالف هنا وشفا. وادي اليوم عدى وفطار عدى ورمضان خلاص قال لنا باي باي. كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم، وعيد مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا. واشوفكم في فيديو جديد على خير، مع ألف خير وسلامة.